السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القفزة التاريخية الهائلة التي أحدثها الرسول عليه الصلاة والسلام لن تجدها واضحة إلا في المصحف. تعالوا لنرى. 1. أول من أقام تعددية مدنية في التاريخ، ففي مدينة في قلب الصحراء تعايش المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب، وكل قبيلة احتكمت لأعرافها، وكان النبي الحكم الفيصل بين الجميع، فهو يمثل الدولة. وهذه التعددية من جعلت الأغلبية تنتقل إلى دعوته إيمانا منهم بالعدل المطلق والمساواة وحرية التعبير والرأي والاعتقاد. وده النموذج الأول في التاريخ كله، ولا مثيل له في أي حضارة إنسانية سابقة. 2. أول من وضع دستور ديباجته. الناس أمام القانون سواسية، كان الكبير قبل الصغير، الأقربون قبل الأبعدون، يعرفون أنه لا صفة ولا ميزة تغير من حكم محمد بن عبد الله النبي الذي عينوه قائدا، ولم تنزل آية في تعيين قائد. 3. أول نبي يجاهد لكي يؤسس دولة، الأولى في التاريخ، ومن يعرف نبي فعلها فليخبرنا. يوسف كان منصب، وداود أتاه الله الملك، وسليمان ورث الملك، وموسى لم يؤسس دولة. نستطيع أن نقول بحيادية أنه حاول وفشل. هذا ما حدث عندما خذله شعبه، لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 4. أول من أعطى المرأة حق التصويت، فقد بايع عليه الصلاة والسلام النساء كما بايع الرجال، وهذه المرة الأولى بالتاريخ التي يحق للمرأة إبداء صوت، فقد كانت تعبر عن قرار أمام قائدهم، وتحقق ميثاق الانتقال من عادات الجاهلية إلى أخلاق الدولة. 5. أول من وضع قانون تحريم نهائي للرقيق. آيات ملك اليمين هي حصرا قوانين العمل التي تكون بين طرفين، ولا يوجد مبرر لإنكار أنها شملت عقود العمل وعقود العمل الخاصة وعقود النكاح المدنية، ولا يوجد عقد بين طرفين على ظهر الأرض إلا هو ملك يمين. دائما هنا طرف يدفع شيء مقابل خدمة، شخص يملك بيمينه المال والآخر يملك تقديم الخدمة. إن شاء الله يكون عامل في ماركت، فصاحب المحل يملك يمينه في عدد ساعات العمل، فلو ذهب لمكان آخر وقت العمل فقد أخل باليمين، واليمين قسم بالله، وهذا عقد. تخيلوا أن تحويل النظام العالمي للرق إلى نظام العقود بين أحرار لم يأتي به غير نبيكم عليه السلام. أول من وضع الوصية لنقل الثروة. تخيلوا أن العالم كله يعمل بالوصية لنقل الثروة، وعندهم لو لم يفرض هذا أحد قبله، ومنذ صارت سنة الله العالم كله يا سادة يضع الوصية الخيار الأول، ثم الإرث قانونا. نفترض أولاد يرثوا شركة صغيرة أو كبيرة، إذا تركتها إرثا وتقاسموا سوف يذهبون إلى المحاكم. أما إذا وصيت أنها تدار حتى وفاة آخرهم أيهم أنفع. المهم أنه أول من قال الوصية فريضة والإرث حظ، وهذا أمامكم في الأرض. الرسول هو أول من نفذ المعاهدات الدولية بشكلها العصري. كل المعاهدات التي أقرها مع اليهود وقريش والطائف وكل القبائل من حول المدينة لم ينقض واحدة، وكل من غزاهم كانوا قد نقضوا المعاهدات، فأدبهم، وكان الدعم الإلهي بالتحفيز لإقامة الدين، وأن غزوهم خير لهم من حياة القرى حيث كانوا أميين تحكمهم نزعة الإبائية، ولم يكن يرجى لهم الخروج من حالة الثبات إلى حالة التعددية مثل التي أسسها في المدينة. الرسول أول من استخدم حرب الاستنزاف عندما هاجم المسلمين من المهاجرين قافلة قريش. لم يكن عدوانا، من لا يقرأ الواقع لن يفهم أحداث السيرة المحمدية من المصحف. مثال بسيط، روسيا احتلت أراضي أوكرانيا، إذا في شحنات عسكرية روسية تمر قربا من أوكرانيا وبإمكانها الاستيلاء عليها لأنها تمثل جزء تافه جنب الأرض. المهاجرين بالضبط كانوا كذلك، فقد أجبرتهم قريش بالإكراه على ترك أموالهم وبيوتهم، فما فعله النبي ليس شغل عصابات كما يفترى عليه. الرسول هو أول من طبق التخصص، لم يكن عنده مستشار سري في أمور الأمة، كان إذا اقتضى الأمر تخصص ما ندبه إلى أهله، وأخذ مشورة أهل التخصص عن البطانة. هكذا يدار العالم الحديث، وأي شركة ناجحة تتبع سياسته. الرسول أول من وضع الديمقراطية في نقل السلطة، لم تحدث من قبل أن ترك ملك شعبه دون وريث لملكه،
إلا رسول الله ربنا آتاه الكتاب يطبقه ودعمه بالنبوة، وهي أنباء وكلها غيبيات البشرية تتدارسها، وآتاه الحكمة ليسوس الناس. ماذا فعل؟ ترك الأمر ليقرره المؤمنون من بعده. لماذا لم يورثوا؟ فقط عرفوا بمن ينصح من المقربين. ماذا حدث؟ نشأت أول معارضة من الأنصار كحزب لها نفس الرؤى والأفكار، وبعدما تم تنصيب الحاكم انصهر الأنصار في العمل العام كمواطنين شرفاء كما الدول المتحضرة. الرسول أول نبي أقر برسالته الاعتراف بالملل، حتى لو اختلفتم معي، فذكرت 3 مرات وعدد الملل الذين آمنوا أتباعه، ثم جاء الاعتراف بوجود اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، وأنكم جميعا حسابكم على الله. فهذا الاعتراف هو عصب ميثاق الأمم المتحدة وأساس التعاملات الدولية جميعا، فما يربطك بالجميع هو الالتزام بالقيم الإنسانية والمعاهدات الحاكمة بين الجميع على المستوى الدولي والشعبوي والفردي. سبق الأمم المتحدة ب14 قرن. الرسول لم يمارس الإكراه مطلقا كحاكم، هو أول من أعطى الحريات الفردية للجميع وطبق القانون، وطبق القانون على الخارجين عليه. لم يجبر مخلوق على الاعتراف به ولا بيعته كقائد، فبيعته عن حرية كاملة. لم يعاقب شخص واحد تأخر عن صلاة، ولا أجبر مخلوق على الجماعة، ولم نسمع بعقوبة نفذها لها علاقة بالصلاة أو الصوم، لكنه طبق القانون في كل تجاوز، وطبق العقوبات بأدلة ثبوتية، وأعطى حق الدفاع وحق الاستئناف، بل وضع قاعدة لا تخلو منها محكمة ترضى الحدود بالشبهات، ولا يمكن أن يذهب قاضي للحد الأقصى في أي عقوبة إذا شك في دليل، ولا يمكن أن يقضي بحكم بعدم ثبوت أو اكتمال الأدلة. قولوا لنا، هل رسولكم في القرآن يحتاج دفاع عنه؟ نور للبشر أجمعين. الرسول أول من وضع قوانين الحرب الدولية، هو أول من التزم بالمعاهدات مع المعاهدين، ووضع شروط المعاهدات بعدم التحالف مع الأعداء من الباطن، فاشترطت المعاهدات على حيادية المعاهد وقت الحرب، وهذا نراه في عصرنا. ولكن الأهم هو قانون إعلان الحرب، وهو إمهال الأعداء فترة زمنية بين إعلان الحرب وبين شن الحرب ذاتها، فلم يهاجم أحدا بغتة أبدا. شن الحرب حتى يعود العدو إلى التزام بالمعاهدة أو استكمال الحرب بكل قيمها الإنسانية، بأن لا يهدم بيتا ولا يهاجم المدنيين، وتخصيص حماية للعجائز والشيوخ والنساء والأطفال. وضع قوانين المستسلم وحمايته واستجارته ونصحه للحق، فإما تحالف معه وإما خرج من الحرب دون عداوة. وضع قوانين المنتصر بأن يبقى كل على ماله وزرعه مقابل ضريبة تدفع للدولة مقابل الخدمات والرعاية والأمن. وضع قوانين الأسرة التي عرفتها البشرية لاحقا، وهو استخدامهم في التفاوض مع الأعداء وتمتع الأسرة بحرية كاملة في الاعتقاد، ولم يجبرهم على دعوته، ولم يكرههم على تنازلات ولا الإبلاغ بأسرار عسكرية. الرسول هو أول من أعطى الإنسان حق التشريع، فكما حاكمية الله تتمثل في حدوده، فبعضها لا نقربه كالزنا ومال اليتيم، وبعضها لا نتعداه كالميراث ويجوز الوقوف عليه، وقطعا لا تحريم بالقرب منه. وهو العالم يشرع في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية والأحوال المدنية ومجالات التعليم والإنتاج والاستيراد والتصدير والحياة العامة والمدن والقرى والطرقات، تشريعات حنيفية لا تخرج عن صلب رسالته مطلقا، من حين يكون الإنسان نطفة ثم طفلا فشابا فكهلا فشيخا حتى تنتقل ثروته. هل فعل أحد هذا قبله؟ هو أول من فرض ضرائب تصاعدية، فما دفعه الأغنياء في تأسيس الدولة وتمويل الحروب وكفالة الأرامل واليتامى كان يقارب 50% من ثروتهم، وهناك حالات مشهورة، وجعل 2.5% هو الحد الأدنى للضريبة المفروضة على ما دون الفقراء وما تلاهم، والعالم كله يعيش بهذه الضريبة الآن، فقبله لم يكن كذلك، وبعده شيء آخر لعالم آخر، عالم يقترب فيه الإنسان من الله بجهد العمل بهذه الرسالة. كل ما عددناه سبق به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كل أهل الأرض، ولم يكن أحد قبله مؤثر في النظام العالمي 1% منه. هو أصلا واضع النظام العالمي الرئيسي، الأمم المتحدة
ليست إلا عالمية اعترافه بالملل. اتفاقية جنيف ليست إلا وضع قوانين الحرب. حقوق الإنسان ليست إلا لا إكراه. هذا قليل القليل. صلوا على نبيكم، سلموا على رسولكم. اللهم أنت تعلم أننا يؤذينا ما جاء به الرواة. هذا جزء من القصص المحمدي في القرآن الكريم، وهذه قفزة في التاريخ الإنساني هي سبب تطور البشرية. ما ذكرته يفهمك قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هاتوا لنا نظام إنساني واحد خارج هذا الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشكرا.